السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال سنة 5؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بإذن الله هنبدأ في الوحدة التانية، المفهوم الأول اللي هو المادة في العالم من حولنا. هنتكلم عن المادة وحالاتها بالتفصيل في المفهوم دوت، وهنفهم يعني ايه مادة وايه هي حالات المادة. هناخد الدرس الأول النهاردة في فيديو واحد، وبعد كده هنكمل الدروس التانية في المفهوم في فيديوهات أخرى. اول حاجة عايزين نعرفها هو يعني ايه مادة. المادة عندي زي الانسان، زي الحيوان، او زي اي حاجة تانية موجودة في العالم. معنى كده انه اي حاجة ليها حجم او كتلة وبتاخد حيز من الفراغ، يعني بتاخد مساحة من الأرض، دي اسمها مادة. يبقى المادة هي كل ما يشغل حيز من الفراغ وله كتلة وحجم. الفيل ليه كتلة وحجم، الإنسان ليه كتلة وحجم، الحجر أو الطوب ليه كتلة وحجم، وأي حاجة تانية بقى. يعني لو قلنا مثلا ترابيزة ليها كتلة وحجم، الهواء ليه كتلة وحجم. يبقى كل الحاجات ديت عبارة عن مادة ليها كتلة وحجم وبتشغل حيز، يعني بتشغل مساحة من الأرض. نشاط واحد، المادة وحالتها. أول حاجة توجد المادة حولنا في كل مكان زي ما احنا لسه قايلين. ممكن تبقى كتاب، ممكن تبقى ترابيزة، ممكن تبقى كرسي، السرير، السجاد، كل الحاجات ديت مادة. اي حاجة ليها كتلة وحجم يعني ينفع انك توزنها وينفع انك تحطها في مكان وتشغل المساحة اللي انت حطيتها فيها دي، يبقى ديت عبارة عن مادة. يشغل الكتاب الموجود على المنضدة حيزا من الفراغ. يبقى زي ما احنا شايفين كده، لو حطينا كتاب على ترابيزة هيشغل ايه؟ حيز من الفراغ، هياخد مساحة، يبقى اذا هو مادة. وغير كل دوت لو جيت وزنته هتلاقي ان هو ليه كتلة وليه حجم معين. علل يعتبر الهواء مادة ليه؟ هتقولي لانه له كتلة ويشغل حيز من الفراغ. سؤال هنا، ما الحالات المختلفة للمادة التي توجد في العالم من حولنا؟ زي ما احنا قلنا انه المادة ليها حالات. طيب كم حالة؟ قال لي المادة ليها 3 حالات مختلفة. ايه هما ال3 حالات دولت؟ اول حالة ان هي توجد المادة في حالة صلبة زي الكتاب، زي الحجر او الصخور او الطوب. او في الحالة السائلة، السائلة زي المية، زي اللبن، زي العصائر، كل ديات حاجات سائلة، وزي الزيوت، اي حاجة شبه المية كده تبقى ديات في الحالة السائلة. او في الحالة الغازية اللي هي تالت حالة للمادة، زي البخار او الهواء عامة، بخار الماء طبعا اللي بيطلع من الحلة، او زي مين؟ الهواء. حالات المادة عندي زي ما احنا قلنا اهو امثله تانية: الصلبه زي الصخور، زي الكتاب، زي القلم، زي السرير، زي الدرج، وهكذا. السائله زي اللبن، الميه، والعصير. والغازيه زي الغاز او الهواء او بخار الماء اللي بيطلع من الحله. ملحوظة عندي بيقول لي بعض المواد لا يمكن رؤيتها زي الهواء والجراثيم. الهواء عندي اللي هو موجود حوالينا دوت احنا مش بنشوفه، ومع ذلك هو مادة لانه يشغل حيز من الفراغ، وغير كل دوت ليه كتلة. والجراثيم اللي بتبقى موجودة على الايد بتاعتنا او على الهدوم بتاعتنا دي برضو احنا مش بنشوفها، لازم نعمل نحط عينة تحت الميكروسكوب او نكبر بالعدسة علشان نشوف الجراثيم ديت. تاني حاجة، لا يعتبر الصوت والضوء مادة. يعني ايه؟ يعني في حاجات تعتبر مش مادة. مش حضرتك لسه قايلة ان كل اللي حوالينا في العالم يعتبر مادة؟ حتى الانسان والحيوان يعتبروا مادة والنبات، لكن الصوت والضوء لا. ليه؟ لانهم من صور الطاقة، ملهمش لا كتلة ولا حجم ومش بيشغلوا حيز من الفراغ. يبقى من الاخر كده لو قلتلك اي حاجة عبارة عن مادة هتقولي لانها تشغل حيز من الفراغ ولا كتلة وحجم. طب لو هما مش مادة يبقى هما اكيد ملهمش كتلة وحجم ومش بيشغلوا حيز من الفراغ. يبقى ايه الحاجتين الوحيدين اللي يعتبروا مش مادة؟ الصوت والضوء. النشاط التاني هناخد مثال على حالات المادة وهو الماء. الماء موجود في الطبيعة في 3 حالات. احنا عارفين ان المية اللي احنا بنشربها ديت بتكون في الحالة السائلة، لكن بتبقى موجودة كمان في الحالة الصلبة على شكل التلج، وتبقى موجودة في السائلة على شكل السائل او الماء السائل، وفي الحالة الغازية اللي هو بخار الماء عند التسخين. ما اوجه التشابه بين حالات المادة التلاتة؟ التشابه في ان هما حالات المادة نفس المادة. يعني ايه؟ يعني نفس
المادة اللي هي المية، يعني التلج او بخار الماء او السائل اللي هو الماء، فهما نفس المادة، بس ايه اللي حصل؟ موجودة في صور مختلفة. الاختلاف انه بتختلف كل حالة في الخصائص المميزة لها، زي ما احنا قلنا ان هما مختلفين لانه ديت بتبقى مثلا في شكل تلج فمختلفة عن المية اللي هي السائلة، ومختلفة عن البخار الماء. الخصائص بتاعتهم او الصفات بتاعتهم بتكون مختلفة. ملحوظة: يمكن أن تتحول المادة من حالة لأخرى عن طريق التسخين أو التبريد، زي ما احنا لسه قايلين تحول الماء إلى بخار ماء بالتسخين لما بنسخن، ودي كده أنا حولت الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. بينما ان انا لو حولت المية الى التلج بالتبريد، فده كده انا حولت من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة. كده يا حلوين نكون خلصنا الدرس الاول في المفهوم الاول في الوحدة التانية. الحمد لله، استنونا في الدرس التاني ان شاء الله.